رمضان كريم علينا وعليكم، كل سنة وانتم طيبين. جبت لكم شقة عروسة وعريس جديدة، وعايزين أول ما ندخل من باب شقتهم نقول ما شاء الله اللهم بارك للعروسين يا رب. ربنا يرزقهم بالسعادة والسكينة والفرحة في حياتهم، ويهنيهم بكل حاجة فيها، ويرزقهم بالذرية الصالحة عاجلا ليس آجلا. الذوق العام واضح قد ايه رقيق، من أول سجاد الحمام الأبيض للفوط البيضاء السيراميكي الهادي اللي مفيهوش أي تفاصيل ولونه بيزك جدا. عجبني مقاس السخان الفوري ده لأنه حجمه صغير، وممكن كمان يتحط تحت وحدة الحوض في التويلت. لما العروسة تكون ذوقها بسيط هتلاقيها برضو بتحاول تقلل شكل الستارك اللي بتكون موجودة في المكان، بحيث ان هي تكون مريحة للعين. السفرة كانت بسيطة جدا، حاطين عليها المفرش ده على السفرة نفسها، كنا جايبينه من محل الفيروز. من ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. اما هنا الرجول بتاعة السفرة نفسها كانت رخام، داخلة رخام في خشب كده، فكانت برضو فكرتها مختلفة. نفس الفكرة موجودة في البوفيه، بس شكل ديكوري كده، قطع رخام. رصينا البوفيه رصة بسيطة جدا، وبصراحة انا مع العرايس اللي ما بتعملش نيش وبتقتصر ان هي تجيب الحاجات اللي هي محتاجاها بس الاساسية، وما بتبالغش في كمية الاعداد اللي موجودة. عروستنا النهاردة عقل جدا جدا بصراحة، جايبة كل حاجة بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بس بأعداد متوازنة، وفي نفس الوقت حاجات راقية تشرف. فبصراحة شابوه للعروسة. تعالوا نتفرج على الأنتريه وتفاصيله، دامج برضو بين اللون الأوف وايت والخشب. بسم الله ما شاء الله. هو موجود على الكوشن شكل ريشة كده، فنفس فكرة الريشة موجودة في ورق حائط، ونفس الفكرة موجودة برضو في الستاير. العروسة كانت حابة ان هي تعملها بيزك خالص، بس هما قالوا لها نبقى في حاجة برضو فيها تاتش، بدل ما يبقى كله سادة. تحسوا برضو ان السجاد واخد من شكل الكوشن. بسم الله ما شاء الله. طبعا الزرع بيدي تاتش حلو جدا في اي مكان. للعلم كان في شركة هي اللي مشطبة الشقة، فلذلك هسيب لكم كل التفاصيل بتاعتها في صندوق الوصف في اليوتيوب. اما على الفيسبوك هسيب لكم في كومنت مثبت التفاصيل برضو بتاعت الشركة للي حابب يتواصل معاهم. للعلم انا ماليش علاقه خالص بموضوع التشطيب ده، انا اخري بس بفرش للعرايس بذوقي، او للعرايس اللي ذوقهم قريب لذوقي بحاول اعمل لهم اقرب حاجه لتفكيرهم او لذوقهم. برضو وارد تلاقوا عندي في الفيديو اذواق تانية مختلفه، بس طبعا كل واحد حسب ذوقه وحسب العميل هو عايز ايه. انا بفرضش بصراحه رايي على حد، بدي النصيحه وكل واحد بيعمل الحاجه المناسبه لذوقه. هنا معانا الغرفة الماستر، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قد ايه كانت رقيقة وبسيطة، ربنا يرزقهم فيها السعادة والهنا يا رب. موجود فيها الاتنين كومود والسرير، وموجود كده قطعة زي رفوف كده هم حاطينها للاستخدام الشخصي. حاطين هنا المفرش، وحطيت تحتيه اللحاف الفندقي اللي هو اللحاف البيزك خالص. فرشناه بالشكل دوت، وفرشنا السرير بشكل بسيط جدا بشكل عملي برضو. هنا معانا فيه دريسنج، بس طبعا ما قدرتش ان انا افتح لانه مفتوح وكل اللبس اللي فيه ظاهر. تعالوا بقى نتفرج على المطبخ، وقد ايه انا كنت مبهورة بالمطبخ بسم الله ما شاء الله، ومبهورة اكتر او مبسوطة اكتر بذوق العروسة. قد ايه كان بسيط وراقي، وكل حاجة ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله طالعة بشكل حلو قوي وبرفكت. زي ما انتم شايفين الليد بروفايل اللي موجود في المطبخ من فوق ده برضه عامل تاتش حلو قوي. النيش هي كانت بتحب البساطة، بصراحة أنا بحب الرصات البسيطة جدا، ففرشت لها النيش بالذوق بتاعها اللي هو الذوق البسيط. في عرايس لو فرشت لها نفس الذوق ده تقولي طب انت عملتي ايه؟ لا أنا رأيي إن ده أبسط وده أرقى وده الترند، وإن انت تعملي كمان حاجة تكون مريحة لعينك تقدري تستخدميها بشكل مثالي. عجبني قوي في النيش ده إن هو بيتفتح من الناحيتين، يعني انت مش مجبرة إن انت تطلعي اللي قدام عشان تجيبي الحاجة اللي ورا، لا هو الضرفتين بيتفتحوا، فبالتالي بتقدري تجيبي اي حاجة في النيش من اي مكان. معانا هنا واحدة مقابل النيش بالظبط، دي موجود فيها ادوات التنظيف، بيكون موجود فيها القطع البلاستيك اللي بتثبت فيها المقشات او المساحات او اي حاجة انت بتحطيها خاصة بادوات التنظيف. تعالوا بقى ندخل على المطبخ، واختصرت لكم فتحات الظرف وقفلات الظرف على قد ما اقدر عشان يبقى الفيديو سريع معاكم وما تزهقوش. ولو وصلتوا للجزء ده معايا من الفيديو وعجبك الفرش اللي انا فرشته للعروسه، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناه لو اول مره تنوريني في قناتي علشان يوصلك كل ما هو جديد من شغلي. زي ما انتم شايفين على الرخامه كده حاطين اغلب الحاجات اللي داخل فيها ستايل الخشبي، وبرغم ان الرخامه كان عليها حاجات كتير الا ان شكل الحاجه مريح للعين ومش مزعج. عجبتني فكره علبه الزبده اللي هي لونها ابيض وغطاها خشب وعليها معلقه كده شكلها لطيف قوي. اما هنا حطيت القطع الخشب اللي هي اللي بتلف، وحطيت عليها كل الحاجات اللي هي ممكن تحتاجها تكون قريبه جنب البوتاجاز، وحطينا قطع خشب او اللي هي القطعه بتاعه البيتزا وراها. موضوع الخشب ما وصلش معانا لحد كده، بس وصل كمان معانا للستاند بتاع الاطباق كان خشبي، حطيت عليه اطباق الجاتوه اللي هي تقدم منها للضيوف. حتى الديسبنسر بتاع الحوض نفسه كان عليه برضو قطع خشب، وللعلم الحوض بتاعها كان حوض سمارت. حطيت جنبه السكاكين، وهنا حطينا الحاجات الخاصه اكتر بالكوفي كورنر، وحطينا العلبه بتاعه العياشه. يعني حاولت ان انا اظبط لها الدنيا على الرخامه. موجود هنا بسم الله ما شاء الله الاجهزه اول ما بندخل للمطبخ على طول، سواء التلاجة او الدي فريزر. بالنسبه للوحده اللي ورا الكرسي على طول، دي فيها
فيها القطعة الستانلس اللي هو بتاعة الخزين، دولاب الخزين الستانلس اللي بيطلع كله بالضرفة. وهنا حطيت لها الكوبايات الخفيفة اللي هي كوبايات البايركس الخفيفة دي. حطيت لها هنا الأطباق قريبة من البوتاجاز عشان لو حابة تقدم منها أو تغرف على طول بسهولة، وحطيت لها فوق كوبايات. هنا حطيت لها الزرع كده بشكل بسيط. تعالوا نتفرج على بيت الظرف. هي عموما ذوقها بسيط جدا في اختياراتها. حطيت لها هنا الأجهزة اللي هتحتاجها أكتر تبقى بين البوتاجاز وبين الحوض، تبقى دي منطقة الاستخدام بتاعتها أكتر. دي أول ضرفة حطينا فيها الأجهزة، ودي تاني ضرفة. أما هنا حطيت لها بقى المجات الخاصة بالشاي والقهوة والحاجات دي، قلت تبقى قريبة من الحوض برضو. المطبقية هنا كانت فكرتها مختلفة، مش عارفة هي عملية ولا مش عملية، مناسبة ولا مش مناسبة، بس هي مش بتشيل كتير، وهو قلق شوية في ان هي تنزل يعني. خلاص انا بخاف اصلا منهم المطبقيات اللي بتنزل دي بصراحة، لان بيبقى ليها هبدة كده يعني، ليها صوت. طبعا ما كانش فيه هنا مكان للاطباق، والاطباق مش عارفين هنا نفردها يعني، فحطيناها في ستاند كده. حطيت لها هنا الكاسات والكوبايات اللي هتقدم منها للضيوف بشكل بسيط جدا، ورفعت لها الحاجات اللي هي فيها الوان، لان هي مش بتحب الحاجات اللي فيها الوان خالص، بتحب الحاجات البسيطة اكتر. احييها على اختياراتها بصراحة في كل حاجة. تعالوا نتفرج على بقية الظرف. حطيت لها في الظرفة دي فوق الدي فريزر، حطيت لها الصواني بتاعة التقديم وصواني الفرن بقى، طواجن وقوالب البايركس والبورسلين، كلهم حطيتهم لها في نفس الظرفة دي. تمام. بالنسبة للضرفة اللي فوق التلاجة حطينا فيها الحاجات الملونة، يعني هي بالنسبة لها طقم الشوربة والحاجات اللي هي فيها ألوان دي مش حباها، فرفعناها فوق. وفي طبعا حلل وحاجات في الضرف اللي فوق، بس ما كنتش عارفة بصراحة اصورها لكم. تعالوا نتفرج بقى على الوحدات اللي تحت مع بعض. لو انتي حاجتك كتير بلاش الضرفة دي، او لو انتي حاجتك كتير وهتخلي بس استخدامك هو اللي تحت لحد ما مناسبة. لكن لو انتي ناوية تلمي حاجتك كلها جوه المطبخ، اعتقد ان الضرفة دي مش هتساعدك خالص. هي عايزة ايه؟ حد يكون استخدامه خفيف وحاجته يعني منزل بس الحاجات الاساسية اللي هو هيستخدمها. الدرج ده هي حاطه فيه الحاجات بتاعه التوابل، وحطيت معاها الفوط. انا حطيت الرفايع بسم الله ما شاء الله، كان موجود في الدرج من جوه درجين رفايع مع الدرج كمان اللي فيه الفوط وفيه الخزين. الدرج اللي تحته حطيت هنا الحلل اللي هي تستخدمها اكتر بالطاسات واللبانه، يعني كل الحاجات اللي هي محتاجاها اكتر خليناها قريبه لايديها. اما بالنسبه للضرفه اللي في الزاويه دي، حطيت لها في اول رف فوق صواني الفرن والقوالب، وحطينا كمان الكنك واللبانة والقطعة اللي هي بتاعة الزيت، صفاية الزيت دي. وتحت حطت لها صواني البلاستيك والمصافي الستانلس والعلب التلاجة، كل الحاجات الخاصة بالبلاستيكات وصواني الفرن والقوالب. طبعا قبل ما بفرش اي حاجة بنبدأ نجرد الحاجات اللي موجودة عند العروسة، وبنختار مع العروسة ايه الحاجات اللي هي تستخدمها وايه الحاجات اللي ممكن تستغنى عنها، بحيث ان احنا نرفعها لها في الوحدات اللي فوق. وقولوا لي كده في الكومنتات ايه رأيكم في ذوقها، هل انتوا بتميلوا للذوق البسيط اكتر ولا بتحبوا الحاجات اللي فيها تفاصيل وفيها شغل؟ يلا بينا ندخل على بقية الشقة ونتفرج على كل التفاصيل اللي موجودة معانا فيها. كده احنا خلاص خلصنا الجزء ده اللي هو فيه المطبخ وفيه غرفة النوم او غرفة الماستر. تعالوا بقى ندخل على الطرقة التانية، وهيكون فيها الليفينج روم وفيها غرفة الاطفال، وهي اخر حاجة هنشوفها مع بعض. تحت البرواز ده او وراه على طول موجود هنا فيه لوحة خدمات موجود فيها الراوتر. وطبعا كده فكرته ألطف ان هو ما يبقاش ظاهر في الشقة واسلاك كتير طالعة وكده. معانا هنا الليفينج روم معمول فيها شغل بروفايل ليد بسيط، والركنة نفسها قد ايه كان الوانها بسيطة جدا وراقية بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. تمام. ده كده كان الشكل العام للركنة بكل تفاصيلها. الكوشن كمان الاوف اللي فيها دي شكلها لطيف وبسيطة جدا. موجود القطعة اللي جنب ترابيزة الشاشة دي مفروض ان هي جزامة، بس انا مش عارفة هما كان هيخلوها في المكان ده ولا كانوا هيطلعوها برا، فكان لسه ما رسوش هتبقى كوفي كورنر ولا هتبقى وضعها ايه. تمام. احنا حطينا عليها هنا المناديل وعلبة التسالي، وحطينا الانتيكات اللي هتتحط على ترابيزة الشاشة نفسها. حبيت جدا شايلة الكحكة، حسيت ان هي بسيطة وشكل تجزيعات الخشب اللي فيها مدي رقي ليها وشكلها مميز بصراحة. دايما بشوف في الكومنتات عرايس بتسألني على شركات التشطيب اللي بتشطب الشقق بتاعة العرايس، فلو حابين تتواصلوا مع الشركة اللي شطبت الشقة دي هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف في اليوتيوب، ولو على الفيسبوك هسيب لكم اللينك بتاعها في كومنت مثبت. زي ما انتم شايفين ده الشكل العام للغرفة بتاعة الأطفال. فيها 2 كومود، ومعانا هنا تسريحة كبيرة بسم الله ما شاء الله، فيها 3 أدراج، وكمان فيها ضرفة. أما ده شكل الدولاب.
رصة الدولاب حبيت ان هي تكون بسيطة جدا، لان العروسة اصلا ذوقها بسيط، مش بيميل لاي حاجة فيها تفاصيل كتير او بهرجة او حتى شرايط. هي عايزة الحاجة تبقى تطبيقة بسيطة ومريحة لعينيها. فحاولت قدر من المستطاع ان انا انسق لها الحاجة بشكل بسيط. كملنا هنا الفوط والحاجات اللي هي ممكن تستخدمها، وهي ما كانتش حابة شكل فوط الأطفال خالص ان هي تبان في الدولاب، فلذلك طبقتها لها جوه الأدراج، وكانت حابة يبقى في مسافات بين الحاجة وبين بعضها، وهي موجودة في الرفوف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يهنيها ويبارك لها في حاجاتها ويهنيها بعقلها. قد ايه هي عاقلة ومتوازنة في نفس الوقت، جايبة حاجات راقية وشيك، وفي نفس الوقت الحاجة عددها مش كبير ومش مبالغ فيه، ومش مهم عندها الكم قد ما مهم عندها الكيف. ان هي تجيب حاجات عددها متوازنة، وتجيب الحاجات اللي هي محتاجاها واللي تبقى مريحة لعينيها ومناسبة مع ستايل عفشها، احسن بكتير من ان انت تجيبي كميات كبيرة وما تكونش مناسبة لحاجتها. وبكده فيديو النهاردة معانا خلص. اتمنى يكون محتوى الفيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناة والكومنت الجميل اللي بيفرحني بيفرح العرايس لما بيقروه تحت فيديوهاتهم. كل سنة وانتم طيبين، نعد عليكم جميعا الأيام بخير. كان معاكم أيتن عبد، صاحبة قناة فرش عرايس للسويسة. السلام عليكم.